أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبرز من غرة عروس الحضرة صبحا مستنيرا، وأطلع في أفلاك الكمال من بروج الجمال شمسا وقمرا منيرا، واختار في القدم سيد الكونين حبيبا وسفيرا، وأخذ له الوهود على سائر مخلوقات الوجود تعظيما له وتوقيرا، وجعل لجلال جمال كمال بهاء غرته بطونا اختار لحمله وظهورا، وجعلها لصون صدفة ضرة بهجة موجة لؤلؤة نفسه النفيسة بحورا، وجعل منها أذبا فراتا وملحا مجاجا حكمة منه وتقديرا، واجتباه وحماه من الدنس والريش وطهره تطهيرا، ونقله في الأصلاب من آدم إلى نوح وشيث وإبراهيم وإسماعيل، وكل نبي غدا به مستجيرا، وما منهم إلا من أخذ عليه العهد والميثاق ليؤمنن به ولينصرنه، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم زاد محمدا تعظيما. اللهم صل وسلم عليه. فآدم لأجله تاب الله عليه، وإدريس بسببه رفعه الله إليه، ونوح في الفلك به توسل، وهود في دعائه عليه عول، وإسماعيل به تشفع، وإسماعيل به تضرع، وموسى علم قومه بمسالمته وسأل ربه أن يكون من أمته، وعيسى بشر بوجوده وطلب المهلة إلى زمان ليكون له نصيرا، والأحبار به أخبرت، والكهان به أعلنت، والجن برسالته آمنت، والآيات باسمه نطقت، ونار فارس من نوره أخمدت، والأسرة بملوكها تزلزلت، والتيجان من رؤوس أربابها تساقطت، لهيبة المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا. صلوا ركب البراق عديما، وتلاه جبريل الآمين نديما، حتى على فوق السماء قدوما، ودنا وكلم ربه تكليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. أولا وأبوه آدم طينات لم يكمولا، ومن الذي نال العلا حتى على شرفا وحاز الفخر والتفخيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. البشير المنذر الصادق المزمل المدثر السابق المتقدم المتأخر، حاوي المفاخر آخرا وقديما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا
أفضالا وهداه بالوحي الشريف مفضلا سؤلا وذكرا من لديه حكيما صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تعظيما وصفوات الباري وخاتم رسله وأمينه المخصوص منه بفضله لا در الشارين لم أمليه في مدح أحمد لؤلؤا منظوما صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تعظيما يا من باراه الله نورا للورى فأقام فيهم منذرا ومبشرا غرس وجودك في العراء وفي الثرى وغدا سيجمعنا المعاد عموما صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تعظيما مني السلام عليك ما هب الصبا وتعانقت عذبات بنات الربا وتناوحت طرق الحمائم في ربا وأضاء نورك في السماء نجوما صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تعظيما وعليك صلى الله غالب أمره تعداد موجود الوجود بأسره بالله يا متلذذين بذكره من كان منكم ضاعنا ومقيما صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تعظيما اللهم صل وسلم عليه وجاء بشير الوحي إلى أهل الأكوان وقرأ قارئ الوصل ونادى في الأقطار جما غفيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صلى الله وسلم عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تعظيما صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا
عليه. قال: ولما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنت الملائكة سرا وجهرا، وأتى جبريل بالبشارة واهتز العرش طربا، وخرجت الحور العين من القصور ونظرت العطر نثرا، وقيل لرضوان زين الفردوس الأعلى وارفع عن القصر سترا، وابعث إلى منزل آمنة أطيار جنات عدن ترمي من مناقيرها درا. فلما وضعت محمدا صلى الله عليه وسلم رأت نورا أضاءت منه قصور بصرى، وقامت حولها الملائكة ونشرت أجنحتها نشرا، ونزل الصافون والمسبحون فملوا سهلا ووعرا. قالت آمنة: لما وضعت ولدي محمدا صلى الله عليه وسلم وضعته مكحولا مدهونا مسرورا مطيبا مختونا قد شرح الله له صدرا، وحمله جبريل فطاف به برا وبحرا، وحفت به الملائكة عن يمينه وشماله، ورأوا جبينا يفوق حسنا ونورا وضياء وعطرا، وثغرا قد أودع الله منه في قلوب العاشقين خمرا صلى الله وسلم عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تعظيما. بوادي المنحنى وبأرض راما، مليح بالحمى على خياما. بوادي المنحنى وبأرض راما. بوادي المنحنى وبأرض راما. مليح بالحمى على خياما. وأقدام له في الصخر بانت، ولا في الرمل بان لها علاما. بوادي المنحنى وبأرض راما. مليح بالحمى على خياما. غزال شارح في أرض نجد، يصيد لأشدر أرقى لثاما. بوادي المنحنى وبأرض راما. مليح بالحمى على خياما. وجاءت نحوه الأشجار تسعى مع الأطيار حقا في تهاما. بوادي المنحنى وبأرض راما. مليح بالحمى على خياما. نسيج العنكبوت خفاه حقا، وفوق الباب عششت الحمامة. بوادي المنحنى وبأرض راما. مليح بالحمى على خياما. عليه صلاة رب العرش دوما مدى الأيام إلى يوم القيامة. بوادي المنحنى وبأرض راما. مليح بالحمى على خياما. اللهم صل وسلم عليه. قال: وفي الخبر عن أبي سعيد الخدري
الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هين المؤنة لين الجانب سخي الكفين سهل الخلق كثير الحياء حن الجذع اليابس إليه وسلم الضب عليه وتزلزل تحت قدميه الجبل وخاطبه الضب والجمل فنوره أنور وسره أظهر قدره أعلى وذكره أحلى وصوته أجمل ودينه أكمل لسانه أفصح دعاؤه وأنجح نصره مؤيد واسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد هذا نبي وفي عفيف لطيف راكع ساجد مليح الهامة معتدل القامة مدور العمامة شريف الهمة عالي الدرجة صادق اللهجة واضح الحجة من الطيب أنفاس ومن الصدق لسانه مكة مولده والدلدل بغلته والعض ناقته أحسن من القمر طلعته تكلم الذئب لهيبته وسعت الأشجار والأحجار لخدمته واختار شفاعته لأمته وسبح الحصى في كفه ونبع الماء من بين أصابعه وحن الجذع اليابس إليه والعنكبوت نسج عليه والحمام عشش عليه والرب صلى وسلم عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الله زاد محمدا تعظيما صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا محمد الزمزمي هادي ومهدي لنا صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا طه البشير النادر وفضله عمنا صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا يا أهل وادي منى والحيف والمنحنى صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا فيكم قمرا مشرقا به كما البدرنا صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا نادى منادي الحاج قوموا احرموا كلنا صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا من رابغ نغتسل يغفر الله لنا صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا ثم نلبي نقول لبيك يا ربنا صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا قال الإله أبشروا بالعفو من عندنا صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا صلى وسلم على منشي الأمم ربنا صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا وزاده رفعة منذ مدى دهرنا صلوا على المصطفى يا من حضر جمعنا اللهم صل وسلم عليه ثم إن الله سبحانه وتعالى قد
وتمت كلمته ونفذت مشيئته في إظهار هذا النبي الكريم والرسول العظيم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وضجت الملائكة بالتسبيح والتهليل والتكبير للملك الجليل، وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران فرحا بولادة سيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. جديد وكانت ليلة الاثنين فأخذني رعب فبكيت على نفسي ووحدتي، فبينما أنا كذلك وإذا بالحائط قد انشق وخرج منه 3 نسوة كأنهن النخل الطويل يشبهن بنات عبد مناف بغدر بيض تفوح منهن رائحة المسك، فسلمن علي بأفصح لسان وعاد بكلام وقلن لي لا تخافي ولا تحزني، فقلت لهن من أنتن؟ قلن حواء وآسية ومريم ابنة عمران. ثم دخل علي بعدهن 10 نسوة فقلت من أنتن؟ فقلن من الحور العين حضرنا لولادة سيد المرسلين. قالت آمنة فكشف الله لي عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت 3 أعلام قد نصبت علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة،
ورأيت الملائكة أفواجا ورأسه قد سدت الفضاء خضر الأجر مناقير كأنهن الياقوت يسبحن الله بلغات شتى. فأخذني العطش وإذا بطائر قد هبط علي وبيده شربة من لؤلؤة بيضاء فناولني إياها وإذا هي أبرد من الثلج وأحلى من العسل. فشربت ذلك الماء كله فطاب قلبي وحمدت ربي. فمن له حاجة فليقل يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذنب والخطيئات ويا كاشف الضر والبليات يا رب العالمين. قالت آمنة فسكتت الأصوات وهدأت الحركات وتطاولت الأعناق وإذا بطائر أبيض مر بجناحيه على ظهري فوضعت ولدي محمدا صلى الله